الحرب ابتدت على مروان سري بدري قوي. من بعد ما اعلنوا ان هو اشترى النادي، ظهر صحفي مؤيد للكيان، انجليزي مقيم في البلد اللي فيها النادي. الراجل ده محبش ان عرب يروحوا هناك ويشتروا نادي والكلام ده. فبدأ يدور وراهم لحد ما لقى بوست سلمى نفسها بتدعي لإخواتنا وتدعم إخواتنا. فبدأ ينشر البوست ده لحد ما إدارة النادي رفضت ومشت سلمى فعلا من شغلها بدون ما يعرفوا مروان. والدور جاي على مروان، يعني الراجل ده مش هيهدى لما يمشي مروان هو كمان. وهي دي دايما لعبة الجماعة دول بالإعلام بتاعهم، هم مش عايزين العرب يوصلوا لأماكن أو يكون عندهم. هو عايز يدمر لك أي حلم عندك، عايز يدمر لك أي فكرة عندك حلوة هتشتغل بيها تبقى كويس. هي دي الفكرة بتاعتهم كلها. الراجل مش مبطل بوستات من ساعة ما مروان اشترى النادي والدنيا مقلوبة هناك، لدرجة انه بيلم توقعات من الناس علشان يمشوه من النادي.